ازيكم يا بنات عاملين ايه؟ في فيديو النهارده هنعرف مع بعض الحاجات الاساسيه قوي في التطريز. ولو انت لسه بتبدأي ايه اللي انت هتحتاجيه دلوقتي عشان تبدأي، وايه اللي انت ممكن تأجليه لما تبدأي شغلك، او يبدأ ان هو يبقى عندك اوردرات ومحتاجة ان انت تعمليها. اول حاجة هناخد الاساسيات قوي قوي دي. اول حاجة خالص هنحتاجها الطرات. الطرات في منها احجام، دي اصغر حاجة، وفي وسط، في اكبر من كده، في احجام كتيرة ليها. وفي انواع كمان، ديت طارة بلاستيك، وفي خشب، وفي سيليكون. كل نوع له ميزة وله عيب تاني. ميزة الطارة البلاستيك ان هي بصي بيكون فيها الحرف ده بيدخل في المكان دوت، فبيثبت لك القماش مهما كان بيتزحلق، وخصوصا لو كان ستان بيثبته حلو قوي قوي، وبيخليه ما يتحركش معاكي. بس مشكلته انك بتحتاجي بعد ما تخلصي شغل انك تغلفيه من المكان دوت، بتحتاجي ان انت تلفي عليه ستان عشان يكون شكله ألطف. الخشب حلو، بس مشكلته ان هو بيزحلق القماش، يعني لو هتستخدمي ستان او حاجة هتلاقي كل شوية بيروح يجي معاكي كده مش ثابت على الطارة كويس. فايه فهي انواع، الافضل علشان تبدأي فخليكي في البلاستيك. الخشب بيكون شكله اظرف كتير في بعد التقفيل، فانت ممكن تجيبي البلاستيك تشتغلي بيها، وبعدين ممكن تنقليها تاني على الخشب. الطرة الصغيرة دي بتستخدميها بقى في لو مثلا مناديل كاتب كتاب او حاجة، يعني بتساعدك اكتر في التفاصيل الصغيرة. وعندك كمان ممكن تعملي بقى دلاية للعربية أو حاجات كده يعني. بس هي أهم حاجة هنحتاجها الطراد. بعد كده هنحتاج ايه؟ القماش. القماش في منه أنواع كتير، كتير جدا كمان. ده نوع يعتبر الأشهر أو اللي هتلاقيه دايما بيتقال عليه، ده الروزالين. بتكون قماشة كده بتمط شوية، فيها شوية مطة، وهي بصراحة جميلة جدا. وفي منه درجات، دي الابيض الصريح خالص، في منه اللي هو الاوف وايت، يبقى شايفين فرق اللون. ده نفس الحاجة، في مطة برضو كده. ده يعتبر اشهر قماش بيستخدموه. في عندك تاني، في كتان، في انواع تانية بيستخدموها. نوع تاني منه الجوخ. الجوخ بيبقى عامل زي الورق، بصي هو عبارة عن حاجة كده مصنعة مضغوطة، ملوش حواف، انتي بتقصيه حتى لما بتقصي بصي ما بيديكيش حاجة، يعني مش بيفتل، هو مش قماش، هو عامل زي الورق المقوى كده. ده في الغالب بنستخدمه في تقفيل ظهر الطارة. في ناس برضو بتستخدمه، انا كنت اشتغلت عليه برضو تطريز قبل كده وكان حلو جدا. ففي ناس بتطرز برضو عليه. بيكون مش بيتباع بالمتر، هو بيتباع بالفرخ على ما اعتقد، ما فيش من متر، بس هو يعني بتشتريه كده بالفرخ. في منه ابيض واسود والوان كتيرة، وفي منه منقوش، وفي منه سادة. آه، هنشوفه بعدين. في بقى الستان، ده تاني نوع. طبعا كلنا عارفينه، بيبقى مزحلق كده وناعم، وعشان كده بيتزحلق شوية من على الطارة، بس هو لطيف. مشكلته اللي بتخليه يعني ما يكونش مفضل في الشغل قوي، ان هو بيفتح، يعني لما بتيجي تدخلي فيه الإبرة بيعمل فتح كده، بيعمل زي تنسير كده في القماش. فانتي بتراعي دوت في الغرز بتاعتك، وبتشتغلي عليه بالراحة اكتر، يعني بتحاولي ان انتي ما تزوديش قوي او ما تدخليش قوي فيه، او تشدي جامد في الخيط. طبعا بنحتاج كمان تل. التل ده بنستخدمه في، طبعا مش هنبدأ في موضوع التطريز على التل عشان هو تقيل دلوقتي. بس بنستخدمه بقى في فساتين العرايس، في الطرح، كده يعني، ممكن تغليف الطرة نفسها. بس هتحتاجي منه الأبيض عشان الفساتين أكتر. تالت حاجة غير القماش والطرات، هنحتاج الإبر. دي بتبقى مثلا سعرها 5 جنيه، بتيجي فيها كتير، فيها إبر كتير جدا، يعني دي بقى لها أكتر مثلا من سنتين عندي، لسه ما خلصتش. ده بيكون شكل الإبرة من جوه.
آمم، طبعًا في إبر أرفع من دي كمان، بتكون أرفع من كده بس بتبقى صعبة في اللضم، وبما إننا جبنا سيرة اللضم فهتحتاجي دي كمان. دي اسمها لضّامة، بتجيبيها من عند برضه الراجل اللي هتشتري منه الحاجات دي أو الخامات دي. آمم، سعرها بسيط خالص يعني، بس حقيقي هتحتاجيها. وأنتِ بتشتريها بقى اشتري كام واحدة علشان أنتِ مجرد ما هتغمضي عينِك مش هتلاقيها، مش هتشوفيها تاني أصلًا. فأنتِ يعني إيه حاولي تحافظي عليها لإن بتختفي بسرعة، بس حقيقي أكتر حاجة هتفيدِك هي كل اللي بتعمليه بيها إن هي أنتِ بتدخّليها في الفتحة بتاعة الإبرة كده، تمام، وبتفتحي الجزء ده كده وتدخّلي الخيط منه وتسحبيه، فهو بيلضم لِك الخيط أسرع بكتير لو أنتِ مثلًا عندِك مشكلة في النظر أو حتى خُلقِك ضيّق يعني لو مش لسه هنلضم يعني. فهتحتاجيها ومهمة جدًا يعني مش هتستغني عنها. هنحتاج طبعًا الخيط أكيد يعني. الخيط بقى في منه أنواع كتير، بجد في منه أنواع كتير. في ملونية وفي DMC وأنواع كتير يعني. بييجي على الشكل ده، دي اسمها شلّات. الشلّات دي إحنا بنفكّها لإن أنتِ لو سِبتيها كده هتتعقد معاكِ وهتبوظي الخيط كلّه، فأنتِ بتفكيها بقى وتحطيها على حامل. في حامل كرتون، في بلاستيك، في خشب، حسب ما هتجيبي. أنا بافضّل أكتر المشابك، بتلفّيها على المشابك. بتكون لطيفة. في منها نوع تاني اللي هو ده، البَكَر. لو هتشتري البَكَر اتأكدي كويس إن هو ما بيخُرّش لون عشان لو هتغسلي القماشة بعد كده ما تبوظيش شغلِك وتعبِك كلّه. اتأكدي الأول إن النوع بتاعه نضيف وإن أنتِ مش يعني إيه، متأكدة إن هو مش بيبهت، أو حتى جرّبيه اغسليه قبل كده يعني في حاجة وشوفي هتبهت والّا لأ قبل ما تشتغلي بيه شغل أساسي. ده بتكون فتلته. خيط التعاون ينفع اللي هو البَكَر بتاع الخياطة العادية خالص ينفع، بس هتحتاجي إنِّك تعمليه على كذا فتلة، يعني مش هتاخدي فتلة واحدة منه لأ، أنتِ بتقعدي تعملي فتلات كتير علشان توصلي لسمك معيّن. إلا لو إذا عايزة بقى إنِّك تعملي حاجة رفيّعة أوي بس. فديّة الخيط. هنحتاج بعد كده الأقلام اللي هنرسم بيها الشغل. عندِك القلم الحراري طبعًا لا غنى عنه حاليًا، لإن أنتِ مش هتعرفي ترسمي حاجة وتمسحيها غير بقى لو أنتِ محترفة، اللي هو مش هتحتاجي إنِّك تمسحيها، فممكن تستخدمي رصاص أو كده، بس برضه ما يُفضّلش لإنه بيسيب أثر. ده اسمه قلم حراري. هو فكرته إن هو قلم جاف بالضبط، بس بيتمسح بالمكوى أو بالمَيّة. في منه كذا نوع، ده واحد منهم. قبل ما تستخدميه يا ريت نجرّبه عشان في أنواع بتسيب أثر وفي أنواع مش كويسة وما بتتمسحش، فأنتِ جرّبيه الأول قبل ما تستخدميه على القماش بتاعِك أو على القطعة بتاعتِك. ده كان سعره حوالي 20، في منه أرخص وفي أغلى، في 15 وفي 10. كلّهم نفس الحاجة، بس أنتِ يعني أهم حاجة تجرّبيه. بالنسبة بقى لو عندِك قماش غامق، آمم، القلم ده ما فيش منه أبيض، تمام، هو الأزرق بس. فأنتِ ممكن تستخدمي حاجة تانية اللي هي الكحل الأبيض. كحل بيطلع يعني، فتمام. هو مش مبري بس إيه يعني أنا باستخدمه كتير. لو القماش بتاعِك غامق ومحتاجاه بتستخدمي كحل أبيض. في ناس بيستخدموا الكربون بتاع القماش بس مش متوفر عند ناس كتير يعني. طبعًا المقص صديقِك الصدوق مش هتمشي خطوة من غيره. المسطرة هتحتاجيها يعني كتير في إنِّك تحددي شغلِك، وخصوصًا لو منديل عشان تضبطي المسافات، تضبطي الكلام كده. في المسطرة يعني هاتي المسطرة العادية حاليًا. في مسطرة تانية اللي هي بتكون بلاستيك وفيها أشكال هندسية كده، الدايرة وفيها حاجات كده بتساعد أكتر في إن أنتِ لو هترسمي مثلًا ورد أو حاجة بتساعدِك أكتر فيها. يبقى دي الحاجات الأساسية، عندِك القلم، المقص، الإبر، اللضامة والخيط والقماش والطارة. دُولة أساسي، 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 تمام. خلاص بقى انتقلنا لشغل إن إحنا هنبدأ نعمل أوردرات ونطلّع شغل. هنحتاج معانا حاجات نزيّن بيها بعد ما بنخلّص الشغل نفسه. محتاجين الستان، وده طبعًا عشان قُلت لكم عشان لو هتغلّفوا أو هتعملي مثلًا فيونكة في الآخر، هتعملي علّيقة للطارة نفسها أو كده، فأنتِ هتحتاجي برضه الستان. حاجة كمان بنحتاجها
اللولي الانصاص، سواء كان ده او في الحجم الاكبر منه. بيتلزق على طرف الطارة. يعني انا مثلا خلصت الطارة اهي، اروح جاية ماشية بيه كده ولازقة بيه شمع على الطرف بتاع الطارة نفسه. كلها حاجات يعتبر للتزيين بس مش اكتر. هنحتاج كمان خصوصا في المناديل هنحتاج ده اسمه جوبير، وسط بقى او كبير حسب ما انتي حابة، بيجي باشكال كتير. ده يعتبر تخين او وسط، وفي منه رفيع، في منه اشكال تانية حسب بقى ما انتي هتختاري يعني. بس هو في الغالب بيكون للمناديل مش للطارات يعني في الغالب، الا لو انتي بقى عندك فكرة تانية. تمام، يجيب الاشكال دي. وفي منه زي ما انت شايفة برضه اوف وايت وفي ابيض. في ناس ما بتحبش الابيض الصريح فبيفضلوا اكتر الاوف وايت. دي حاجات طبعا فرعية كده، ما تبدأيش انك تشتريها الاول. وزي ما قلت لك اشتري القماش، الطارة، الابر والماركر اللي هو القلم والخيط. برضو لو حابة انك تشتري خيط يعني ممكن تجيبي حاجات بسيطة، مش شرط انك تجيبي العلب كلها على بعضها، حاجات بسيطة تتعلمي بيها. وبعد كده ادخلي بقى في الحاجات الأكبر أو الحاجات اللي انت هتحتاجيها أكتر. بس ديت الأساسيات اللي مش هتعرفي تبدأي من غيرها. بس كده، وإن شاء الله في الفيديوهات اللي جاية هنتعلم مع بعض بقى الغرز الأساسية وإزاي تبدأي فيها. أتمنى إن الفيديو يكون عجبكم، وذاكري كويس عشان الفيديو الجاي.